قبل ما نتكلم عن المجاعة الكبرى، تعالوا نعرف مين هو ماو تسي تونغ. ماو هو مؤسس جمهورية الصين الشعبية، يعتبر أكتر الشخصيات تأثيرا في تاريخ القرن العشرين رغم الجدل الكبير اللي موجود حواليه. اتولد سنة 1893 في قرية شاوشان بمقاطعة خونان في جنوب الصين، وهو شاب اتأثر بالثورة الروسية اللي كانت سنة 1917 وأفكار كارل ماركس، وده خلاه يعتنق الفكر الشيوعي، وساهم ماو في تأسيس الحزب الشيوعي الصيني سنة 1921 وكان من أول أعضائه. سنة 1949 كان في حرب أهلية بين الشيوعيين بقيادة ماو والقوميين اللي رفضوا الفكر الشيوعي في الصين. انتصر في نهايتها الجيش الأحمر بقيادة ماو. هرب القوميين اللي هم الكومينتانج لجزيرة تايوان، وأعلن ماو تأسيس جمهورية الصين الشعبية في 1 أكتوبر سنة 1949. ومن هنا بدأت سنين صعبة جدا على الصينيين. ماو كان بيطلب من المزارعين حصص إنتاج شبه مستحيلة، وكان بيحاول يقضي على أي ثقافة وتقاليد صينية قديمة، وأي حد كان بيتمسك بالتقاليد دي كان بيضطهده وبيقضي عليه. كان عايز يوجد ثقافة جديدة تكون معتمدة على الشيوعية وبس بتأرخ لفترة حكمه المزدهر في رأيه طبعا. وكمان هدم المعابد وطمس النصوص التاريخية. كل الظروف دي خربت الشعب الصيني وأدت إنه يعيش ظروف ما كانش يتخيل إنه ممكن يعيشها. تخيل هذا الرجل الذي تحسبه حاج رقيق والطيبة بتشر من عينيه يطلع مستبد كده. تخيلوا لما حبوا يخلدوا ذكراه عملوا التمثال الضخم ده اللي طوله 32 متر وموجود في مدينة تشانغشا اللي هي عاصمة مقاطعة خونان. أيوة، خونان بتاعت الكوفيد 19 اللي طلع منها. التمثال طبعا أشبه لبيتهوفن أو الفنان أحمد وفيه في فيلم سكوت هنصور، ملوش علاقة خالص بماو تسي تونغ. ولما الناس قالت إيه ده مش شبهه، قالوا معلش أصل دي صورة ليه وهو صغير، بصوا بقى صورته وهو صغير.